السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دومينيك فيرسيبي وده من كبار المحللين صرح وقال إن إحنا هنشوف ارتفاعات في الذهب هتوصل ل 3000 دولار في عام 2024. يا ترى الذهب هيروح فين في ظل تصريح دومينيك؟ وليه شايفين السعر العالمي دلوقتي مسجل ارتفاعات ال 2000 دولار؟ وخد بال حضرتك كمان ان الاسبوع ده مهم جدا جدا للسعر العالمي، وليه بالتحديد يوم الجمعة 1 ديسمبر اليوم ده مهم للسوق العالمي. تعال بقى نتكلم على المحلي. طبعا شايفين المحلي في الوقت الحالي بيتراوح ما بين 2720 و 2790 ووصل كمان ل 2800 وكسرها. يا ترى الذهب محليا رايح على فين في ظل الارتفاعات دي ونعمل ايه؟ والسؤال المهم، هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ كل ده هجاوبك عليه، بس ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي، هسيب لحضرتك لينكات التليجرام والواتساب طبعا في التعليقات. لو انت محتاج تتابع معايا ده بيكون اسرع من اليوتيوب. نيجي بقى للمهم. تعال بقى نقسم الحلقة دي قسمين، عالميا ومحليا. عالميا شايفين الذهب دلوقتي ترند صاعد، والأونصة قفلت عند 2002 دولار. طيب ايه السبب؟ والفترة دي كمان شايفين ان في هدنة بدأت يوم الجمعة. المفروض ان الهدنة دي اللي حصلت بين دولة اسرائيل وفلسطين، ان المفروض ان السعر العالمي ينخفض مش يرفع. شفنا العكس. طيب يا ترى ايه السبب؟ الاسواق العالمية دلوقتي وبنسبة 97% شايفة ان الفيدرالي الامريكي مش هيرفع سعر الفايدة تاني، لا وكمان هيبدأ ان هو يخفضها، وبالتحديد في شهر مارس 2024. وده كفيل طبعا انه يوصل السعر العالمي ل 2000 دولار فيما فوق. لا وكمان بعض المحللين شايفين ان السعر العالمي هيتخطى ال 3000 دولار بنهاية 2024. ولكن انا متقبل ده، وخليني اشرح لك حاجة واقول لك كمان وجهة نظري. شهر 8 سنة 2020 الذهب عمل قمة تاريخية ووصل ل 2070 دولار للأونصة الواحدة، وبعد كده الناس جريت وباعت ورجع السعر نزل ل 1687. وتعالى كمان لواحد مارس 2022 الذهب عمل قمة ل 2055 وما تعداش ال 2070، ومنها الناس جريت باعت ونزل ل 1623. تعال بقى لواحد مايو 2023 من كام شهر، شفنا الذهب عمل قمة تاريخية فوق ال 2070 وصل ل 2081، ومنها نزل ل 1843. علشان كده اللي عايز اقوله لك ان الذهب مهما طلع وعمل قمة تاريخية جديدة لازم هينزل لمستوى 1833 دولار للأونصة. خد بالك ان الاسبوع ده مهم جدا 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 للسعر العالمي. يوم الاثنين في بيان مهم جدا جدا وهو مبيعات المنازل، ده هيكون الساعة 5. طبعا نيجي ليوم الثلاث، ده في مؤشر مهم جدا واهم واحد فيهم على مدار الاسبوع، ده مؤشر ثقة المستهلك وده هيكون الساعة 3:30. تعال بقى كمان ليوم الاربع، وده مؤشر الناتج المحلي وبرضه هيكون الساعة 3:30. تعال بقى يوم الخميس، عندك اتنين مهمين جدا. رقم واحد اسعار نفقات الاستهلاك وده مهم جدا، وكمان معاه معدل الشكاوى من البطالة. نيجي بقى ليوم الجمعة. يوم الجمعة ده هيكون كلمة جيروم باول الساعة 6، ده أهم واحد فيهم تاني بعد بتاع يوم الثلاث اللي هو مؤشر ثقة المستهلك. طيب هقول لك وجهة نظري. كل من راهن على الفيدرالي الأمريكي إنه هو مش هيرفع الفايدة تاني خسران وواهم. خليني أقول لك إن الفيدرالي أنا معاك إنه يوم 13 ديسمبر هيثبت الفايدة، ولكن وحط تحت ولكن دي مليون خط. الفيدرالي الامريكي هيسيب الباب موارب، وبالتحديد جيروم باول هيسيب البيانات هي اللي تحكم، ومش هيخفض الفايدة في مارس ولا حتى في نص كمان نص السنة.
علشان كده اللي عايز اقوله لك، الفيصل هيبقى يوم 13 ديسمبر، ده ميعاد اجتماع الفيدرالي الامريكي. دي وجهة نظر. الذهب محليا رايح على فين؟ انا وانت وحضرتك وحضراتكم جميعا عارفين ان التسعير في مصر قايم على 3 محاور رئيسية. رقم 1 هي العرض والطلب، رقم 2 هو سعر الصرف، رقم 3 هو السعر العالمي. طب نعالى نمسكهم واحدة واحدة. عرض وطلب، انا وانت مقتنعين ان مفيش عرض وطلب في الذهب دلوقتي في مصر. رقم 2 سعر الصرف. خلينا نكون منصفين واقول لحضرتك ان سعر الذهب، سعر الصرف دلوقتي عالي جدا، ووصل في بعض المناطق ل 48 و49 و50، وفي مناطق قالت 51. اذا الفرق ما بينه وما بين البنك وصل ل 18 و19 و20 جنيه، فطبيعي ان السعر يرفع. ولكن حطوا تحت ولكن دي 100 مليون خط. السعر ده مبالغ فيه جدا 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 ولازم ينزل. رقم 3 السعر العالمي. طبعا احنا عارفين ان السعر العالمي دلوقتي قفل عند 2002 دولار للأونصة، وشرحنا اسباب ده من شوية. علشان كده خلي بالك ان هيكون الفيصل في السعر العالمي كلمة جيروم باول، دي حط تحتها 100 خط، يوم 1 ديسمبر، والفيصل النهائي هيكون اجتماع الفيدرالي يوم 13 ديسمبر. طيب الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ قولا واحدا، الوقت الحالي غير مناسب للشراء على الإطلاق. أنا لا أنصح بالشراء دلوقتي. دلوقتي بالونة ولازم تفرقع. اللعبة لعبة دولار مش ذهب. الذهب جه في الرجلين. لو حضرتك مدخر لسنة فيما تحت، ده مش وقت شراء تماما. لسه في أوقات كتير جاية هنقدر نشتري منها. شهر ديسمبر شهر مهم جدا 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 جدا، وحط تحت ده 100 مليون خط. في الأول وفي الآخر دي وجهة نظري، ومش بلزم أي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. وأي حد من حضراتكم عنده استفسار سيبهولي في الكومنتات وهرد عليك. سلام.